السلام عليكم. تعالي بقى اقولك على طريقتي في البسيسة اللي دايما معتمدة عندي، وطريقتها مظبوطة جدا. يعني لما تاكليها ناعمة جدا في البق ما بتشرقش، لان مقاديرها مظبوطة بالملي. وزي ما حضرتك شايفة قوام الكيك مظبوط جدا وعالي. تابعي الفيديو للاخر عشان في تفاصيل مهمة ولازم تعرفيها. اول حاجة هنحضرها وهو الخلاط. عندي بالظبط كوباية ونص من السكر. خلي بالك الكوباية اللي انت هتستخدميها لازم تعايري بيها المكونات كلها. بنفس الكوباية هحضر فيها كوباية ونص من اللبن، وعندي كمان 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. يبقى أول حاجة نزلت بيها كوباية ونص من السكر، وكمان كوباية ونص من اللبن، و3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. عندي كمان باكو من الفانيليا. الباكو اللي انا نزلت بيه كان كبير، يعني بالظبط كده هتستخدمي 2 باكو من الفانيليا. وعندي كمان بنفس الكوباية حضرت بيها نص كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة رمية من السمنة سيحتها كده وضفتها في الزيت، بتدي طعم حلو جدا للبسيسة. وعندي كمان معلقة كبيرة كده من الخل. هضرب المكونات دي كويس جدا لحد ما السكر يدوب واللون بتاع الخليط يفتح معانا بالشكل ده. تمام. تعالي بقى نتكلم عن الدقيق الابيض والدقيق الذرة. عندي بالظبط كوباية ونص من الدقيق الابيض وكوباية ونص من الدقيق الذرة. نخلته مرتين كويس جدا. لازم تنخلي الدقيق الذرة والدقيق الابيض كويس جدا. كل ما بتنخليه كل ما بيساعد فراغات الهواء كده تدخل فيه. وكمان معايا باكو من البيكنج باودر اللي هو الكيك شيف، نزلت بيه كله، ورشة صغيرة كده من الملح. تمام. هقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا لحد كده ما كله يختلط كده ببعض. ركزي كده معايا. شفت الكوباية اللي انا عايرت بيها المكونات اللي انا نزلت بيها في الخلاط؟ هي نفس الكوباية اللي عاير بيها الدقيق الابيض والدقيق الذرة، يعني كله كده في كوباية واحدة. امشي بقى بالمقادير المظبوطة دي وان شاء الله يطلع معاكي زي العسل. ما تنسيش بقى اختك الطيبة كده بلايك حلو عشان تشجعيني اعمل فيديوهات حلوة كده وجميلة زيكم. هنزل بقى بنص الكمية من الدقيق وابتدي ان انا انخلها بالشكل ده زي ما قلتلك كده، لان دقيق الذرة ساعات ما بيبقاش مطحون كويس، فمش مستحبة جدا ان هو يشرقنا، او لو في اي حبيبات كده خشنة، فدي مش مستحبة جدا جدا في الكيك اللي احنا هنعملها او البسيسة. تمام يا جماعة. فهنخله كده، لان عايزة اقولك كل ما بتدخليه اكتر كل ما الدقيق بيخش كده في فراغات من الهواء، فبيساعد كده ان الكيك يبقى هايش معاكي زي ما شفتي كده في اول الفيديو. تمام. نزلت كده نص الدقيق ودقيق الذرة، وهقلب المكونات دي كويس لحد ما تختفي كده كويس. هاخد النص التاني وهنخله بالشكل ده، وهوريكي كمان اللي طلع مني. شايفين حبيبات خشنة دي مش مستحبة خالص ان هي تبقى في الكيك، فاستبعدها كده. تمام. وابتدي ان انا اخلط الكيك بتاعي. خلي بالك وانتي بتقلبي قلبي في اتجاه واحد، اوعي تقلبي في اتجاه وبعد كده ترجعي تقلبي الناحية التانية. انت كده ممكن الكيك بتاعك يهبط منك في الفرن، فحاولي كده وانتي بتقلبي قلبي في اتجاه واحد. وزي ما قلتلك المقادير بتاعتي مظبوطة بالملي، ما زودتش اي حاجة خالص خالص غير المقادير اللي انا قلتها لك في الاول. كل المقادير اللي انا قلتها لك وحطيناها في الخلاط ما شاء الله مظبوطه، وشايفه القوام هو ده القوام المظبوط اللي انا عايزاه في الكيك. تمام. تعالوا بقى نشوف الصينيه. جبت صينيه مقاس 24، دهنتها بالماده الدهنيه وبطنتها كده بالدقيق. تمام. نزلت كده القوام بتاع البسيسه، وهبتدي كده ناخد الصينيه بتاعتي اخبطها كام خبطه حلوين كده عشان لو في اي فراغات هوا تطلع بره. هتخش بقى الفرن سابق التسخين
على درجة حرارة 180، هتقعد من 45 ل50 دقيقة، وده حسب الفرن اللي عندك. تمام يا جماعة، مش هنولع الشواية خالص، هي ما شاء الله تستوي كده منها فيها. واول ما تطلع كده حطي الشوكة في النص كده، ولو الشوكة طلعت ما فيهاش اي حاجة بالشكل ده تبقى كده تمام معاكي. اوعي تفتحي عليها الفرن الا لما تعدي نص ساعة من السوا بتاعها، لكن لو فتحت عليها الفرن قبل كده هتهبط منك ومش هتبقى مرتفعة بالشكل ده. هو ده السر اللي انا كنت عايزة اقوله لك. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها حلو جدا جدا، وكمان المسام بتاع الكيك مش واسع، وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله الكيك حلو جدا واخد لون حلو جدا من فوق ومن تحت، والقوام بتاعها مظبوط. لو وصلت لحد هنا يا قمر ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لك كل جديد. مع السلامة.